ماري جرجس راح المحكمة بنفسه عشان ينقذ المظلوم. في قرية من قرى المنوفية كان في واحد مسيحي كان بيحب ربنا جدا، لكن عمدة البلد كان على خلاف دايما معاه، وكان بيتمنى ان هو ينتقم منه عشان كان شايفه دايما ناجح في كل حاجة بيعملها، فكان متغاظ منه. وفي يوم اتفق العمدة مع شوية بلطجية في البلد على ان هم يقتلوا واحد من كبار البلد. كان الراجل ده تاجر قطن وكان مشهور جدا في القرية دي، واتفقوا ان بعد ما يقتلوا الراجل ده واحد منهم يدخل بيت الراجل المسيحي وهو نايم ويحط جنبه السكينة ويلوث هدومه بدم القتيل. ولما عملوا كده جم قبضوا على الراجل المسيحي وكأنه هو اللي عمل الجريمة، ولقوا السكينة وتحول على محكمة الجنايات بشبين الكوم. وقتها دفع المتهم كفالة كبيرة جدا وتحددت الجلسة، وكان أهل البلد كلها شايفين الراجل المسيحي وهو ماشي في الشارع وبيقول: يا ماري جرجس أنا مظلوم، يا ماري جرجس أنا مظلوم وانت عارف كده. فكان بيصعب عليهم جدا، لكن ما كانش حد يتجرأ ان هو يتكلم، ولو حد كان عارف حاجة كان مستحيل يقول. وفي يوم الجلسة كل أهل القرية اتجمعوا قدام محكمة الجنايات في شبين الكوم عشان يشوفوا هيحصل ايه للراجل المسيحي المظلوم ده. راح دخل الراجل المسيحي قاعة المحكمة، كانت مليانة بالمشاهدين والقضاة والمحامين في ملابسهم الخاصة يعني، وكان المنظر رهيب جدا ويخوف في الوقت ده. فراح صرخ الراجل المسيحي بأعلى صوته في قاعة المحكمة: يا ماري جرجس أنا مظلوم، يا ماري جرجس أنا مظلوم. وفي اللحظة دي اتفاجئ كل الناس بالبطل ماري جرجس سريع الندهة وقديس كل العصور، انه جه بشكل نوراني جميل جدا لظابط راكب حصان وطاير فوق كل الناس اللي قاعدة. واول ما شافوه القضاة والمستشارون والمحاميين اتخضوا لدرجة ان هم قعدوا يهدوا الراجل المتهم الراجل المسيحي وقالوا له: فهمنا القصة من اول بالتفصيل. فراح حكى لهم كل اللي حصل. وقتها خرجوا كل البلطجية والناس الجناه الحقيقيين من بين كل اللي كانوا قاعدين في الجلسة، واتحكم عليهم بالمؤبد، وطلع الراجل المسيحي براءة. واحنا بنصلي في تحليل نص الليل بنقول: احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، ما اعظم اعمالك يا رب، وما اقوى شفاعتك يا بطل يا قوي يا امير الشهداء العظيم ماري جرجس، قديس كل العصور وسريع الندهة، لكل من يطلبك بإيمان فتنجيه من كل ضيقاته. أكسيوس أكسيوس أكسيوس. بركة وشفاعة القديس ماري جرجس تكون مع جميعنا، آمين.